في فيديو النهارده والفيديوهات الجايه هعلمك ازاي تحول فيديوهاتك من الشكل ده للشكل ده بس باستخدام الموبايل. انا عمر شاهين ودي سلسله اليوتيوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار يا جماعه؟ قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وتجيب مشروبك اللذيذ وتركز معايا في الكلام اللي جاي. الحقيقه ان في 3 عوامل اساسيه هي اللي بتخلي جوده الفيديو تطلع بالشكل اللي انت شايفه ده. اول حاجه هي الاضاءه ودي اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في فيديو النهارده. تاني حاجه هي ابلكيشن التصوير والاعدادات بتاعته والادوات المستخدمه في التصوير وده ان شاء الله الفيديو اللي جاي. تالت حاجه وهي تصحيح الالوان او الكالر كوركشن واللي بتتم في مرحله المونتاج. خليني اوريك الفرق بين كل مرحله والتانيه عشان تكون شايفه ولمسه بنفسك. ده كده من غير اضاءه بابلكيشن الكاميرا العادي، وده كده باضاءه بابلكيشن الكاميرا العادي، وده كده باضاءه بس بالتصوير باستخدام 4K برو كاميرا، وده كده بعد اضافه تعديل الالوان. طبعا فرق رهيب، بس سامع حد هيقول ايه كل ده صعب جدا ان انا اطبقه واوصل للجوده دي. هقول لك لا خالص، هو بس في بعض المصطلحات اللي لو عرفتها وفهمتها هتلاقي الموضوع بعد كده سهل وسموز معاك وان انت بتعمله بشكل تلقائي. هنتكلم النهارده عن الاضاءه وانواعها وازاي توزع الاناره بشكل صحيح وازاي تختار اسلوب الاضاءه المناسب لنوعيه الفيديوهات بتاعتك. في 3 معلومات اساسيه لازم نعرفهم عن الاناره عشان نقدر نوزعها ونستخدمها بشكل مظبوط. اول حاجه هي نوع الاناره من حيث الاستخدام، تاني حاجه هي نوع الاناره من حيث الضوء الخارج منها، تالت حاجه هو اتجاه الاناره. كل حاجه من ال3 حاجات اللي انا قلتها دي قادره تخلي ستايل الفيديو بتاعك مختلف تماما. خلينا دلوقتي نعرف الفرق بين نوع الاناره من حيث الاضاءه. عندنا نوعين مهمين جدا هم الهارش لايت والسوفت لايت. تقول لي ايه يا عم الكلام ده انا مش فاهم اي حاجه. اقول لك ما تقلقش، الهارش لايت هو الضوء بتاع اللمبه اللي جاي بشكل مباشر، زي مثلا لو وجهت لمبه عليك بشكل مباشر زي الصوره اللي انت شايفها دي فهتلاقي ان الاضاءه هارش، يعني مش ناعمه على وشك كده ومش مديه نعومه على الوش وفي نفس الوقت عامله ظل شكله كبير وراك. اما لو حطيت عليها قماشه او ديفيوزر زي اللي بنشوفه في السوفت بوكس هتلاحظ ان الاناره بقت ناعمه والظل وراك اختفى. عشان كده نوع الاناره اللي بيفضل يستخدم مع اليوتيوب هو السوفت لايت، وهنتكلم عنه بالتفصيل في النوع الثالث لما نيجي نتكلم عن انواع الاناره من حيث الاستخدام. تاني نوع من انواع الاناره وهو اتجاه الاناره، ودي حاجه مهمه جدا لان انا بشوف كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب او 90% من الناس اللي على اليوتيوب بتستخدم نفس نوع الاناره المستخدم في الفيديوهات كلها، وده غلط. بدليل اللي بيشوف افلام اجنبي كتير او افلام سينما كتير بشكل عام هيتعرف على اللي انا هقوله دلوقتي. اول حاجه لو قناتك بتتكلم عن الرعب او افلام الرعب فيفضل ان الاناره تكون من تحت بالمنظر اللي انت شايفه ده لان ده بيدي احساس بالرعب. ولو رجعت ورايا ورحت دورت على افلام الرعب هتلاقي ان الاناره فعلا بتكون بالمنظر ده، ومن غير ما تدور اظن الجواب باين من عنوانه وده الاحساس اللي وصل لك دلوقتي. تاني نوع من انواع الاناره من حيث الاتجاه وهي الاناره العموديه من فوق، ودي بتسمى بالراكون لايت ستايل، وده بيستخدم عشان يدي احساس بالغموض والدراما. برضه لو دورت في افلام هوليوود هتلاقي اللي انا بقول لك عليه. تالت نوع من انواع الاتجاهات وهي اللي من جنب بزاويه 90 درجه، ودي بتدي اكتر من ايحاء: 1 الغضب، 2 التفكير، 3 الانفعال. رابع نوع بقى وهو الاهم والمستخدم في الاستوديوهات او فيديوهات اليوتيوب وهي الاناره من 45 درجه، وده يخلينا ننتقل لانواع الاناره او التكوين الاناره اللي انا بستخدمه. هكلمك عن توزيع الاناره اللي انا بستخدمه بشكل سريع وبعد كده هيجي لك عن كل واحد عشان نقدر نطلع منه بالاستغلال الامثل. انا بستخدم اسلوب اناره بيعتمد على 4 حاجات اساسيه وهي الكي لايت بيكون على اتجاه 45 درجه من الشخص، وتاني حاجه الفيل لايت بيكون قدامه الناحيه الثانيه، والباك لايت بيكون على نفس الاتجاه بتاعه الكي لايت ولكن من الخلف، والحاجه الرابعه والاخيره اللي هي الباك جراوند لايت او البارتيكل لايت اللي هي بتبقى اناره الخلفيه. طيب تعالى بقى معايا نفهم يعني ايه الكلام ده كله واحده واحده. اول حاجه الكي لايت هو الاناره الاساسيه اللي انت بتستخدمها معايا. في حالتي انا بستخدم 2 سوفت بوكس، واحد بستخدمه للكي لايت وواحد بستخدمه للفيل لايت. طبعا انت في البدايات مش محتاج تستخدم الاثنين زي ما انا عملت كده، انا اصلا ما كنتش هستخدمهم بس انا كسبتهم وانا بجيب الرينج هديه، ولكن انت في حالتك ممكن تصنع واحد في البيت وده ليه فيديوهات كتيره قوي على اليوتيوب فمش هتطرق لها. او لو الامكانيات بتاعتك اقل من كده خالص ممكن تستخدم الاباجوره وتحط عليها قماشه بيضاء او ورقه زبده زي ما انا عملت بالمنظر ده كده، ودي تكلفتها تقريبا 80 جنيه هي ثمن الاباجوره بس، ورق الزبده والافيز رخيص جدا. طبعا الافيز ما كفاش فاستخدمت 3 افزان عشان اقدر اقفل على ورق الزبده على الاباجوره، ولكن في حل عملي اكتر وهو ان انت تجيب استك، وبدل ورق الزبده عشان انا ما كانش عندي كان المفروض تستخدم قماشه بيضاء هتديك نتيجه افضل. جرب الحل ده وهتدعي لي. ده في حاله ان انت ما عندكش خلاص او امكانيه ان انت تصنع السوفت بوكس او تشتري سوفت بوكس. هي مش احسن نتيجه وبرضه هتفضل مديه ظل وراك ولكن هي احسن من ان انت تنور باناره الغرفه العاديه. فالكي لايت زي ما قلنا بيكون على زاويه 45 درجه، بيكون من فوقك ونازل ليك بالمنظر ده كده، بحيث ان الكي لايت زي ما انت شايف كده يدي مثلث بس على الناحيه الثانيه من الوجه الاخر ليك، ودي الاناره الاساسيه اللي مش ممكن
ممكن تستغنى عنها. تاني نوع من انواع الاناره من حيث الاستخدام وهو الفيل لايت. الفيل لايت عامل زي الكي لايت، بدليل ان انت ممكن تستخدم نفس السوفت بوكس بتاعك. في مدارس في الاناره بتقول ان الفيل لايت لازم يكون زي الكي لايت، يعني بينور بنفس شده الاضاءه بتاعته. ده ما بيخليش فيه ظل على الوجه بتاعك، بيخلي وشك كله منور بنفس النور السوفت على الوش كله. ودي برضو وجهه نظر تحترم، ولكن انا مش بتفق معاها لسبب واحد. الظل بيزود الدايناميك رينج في الصوره، ولو مش فاهم يعني ايه بيدي بعد للصوره بتاعتك وتخليها تحس انها 3 دي كده في الفيديو. فالظل مهم جدا زيه زي الضوء، فعشان كده احنا بنخلي الفيل لايت يكون اقل في شده الاناره من الكي لايت. يعني لو انت بتستخدم في الكي لايت سوفت بوكس باربع او 5 لمبات، استخدم لمبه واحده بس في السوفت بوكس الثاني، او ممكن تستخدم رينج لايت اللي هي بيبقى مكتوب عليها فيل لايت في المحلات وثمنها تقريبا 90 جنيه. عشان تفهم ليه الظل مهم، بص كده على الرسومات اللي قدامك دي، هتلاحظ ان الظل عامل بعد في الرسومات. وعشان نفهم اكتر تعال نبص على المثال بتاع الكوره اللي قدامنا ده. دي كده الكوره من غير اي ظلال خالص ومن غير اي مصدر اناره، ودي كده الكوره بمصدر اناره من غير الظل، ودي كده الكوره بمصدر اناره وبالظل. هتلاحظ ان الكوره بالظل في المنظر الاخير ده ادت بعد وحسيتك احساس 3 دي مع ان الصوره 2 دي. عشان كده احنا بنحتاج الظل، وانا مع المدرسه اللي بتخليك تقول لك ان الكي لايت يكون بالفول باور، اما الفيل لايت يكون بنص او ربع او 10% من الباور بتاعه الكي لايت، لدرجه ان في ناس بتستخدم عنها وتجيب حاجه اسمها ريفليكتور. لو مش عارف تعمل ريفليكتور، انت ممكن تجيب اي قماشه دايره كبيره ماسكه نفسها وتحط عليها فويل. وزي ما انت شايف دي النتيجه بالكي لايت بس، ودي النتيجه بالكي لايت والفيل لايت. ثالث نوع من انواع الاناره وهو الباك لايت، وده بيكون على نفس الخط بتاع الكي لايت بس من وراء الناحيه الثانيه، وده بستخدمه عشان املى بقى الجزء ده من الظل عندي. وانا بفضل انه يكون لون تاني غير الكي لايت، وانا هنا مستخدم رينج لايت باللون الاصفر، ودي زي ما قلنا سعرها حوالي 90 جنيه في وقت تصوير الفيديو. وممكن زي ما قلنا تستبدلها، انت تجيب اباجوره وتجيب لمبه صفراء معاها وتعمل عليها زي ما قلت لك ورق الزبده او القماشه البيضاء. اخر نوع من انواع الاناره وهو اناره الخلفيه، ويفضل دايما تكون اناره غير مباشره. اولا قبل ما اتكلم على اناره الخلفيه، يفضل دايما ان انت تصور في كورنر، لانه بيديك بعد و3 دي للمكان. ولكن لو حالتك زي حالتي كده مش متاح تصور في كورنر وهتصور على خلفيه فلات زي ما انا بصور كده، فحاول تستخدم انارات غير مباشره عشان تعزلك عن الخلفيه، لان الموبايل زي ما انا وانت عارفين ما فيهوش خاصيه عزل الخلفيه زي الكاميرات البروفيشنال. انا بستخدم في اناره الخلفيه بتاعتي 3 حاجات. لمبتين من اللمبه اللي انت شايفها قدامك دي، اللمبه دي 120 سم وجايب منها لونين ثابتين، اللي هو اللون الماجنتا واللون الازرق. سعر اللمبه في وقت تصوير الفيديو هو 60 جنيه، وانا عملت لهم توصيله مشتركه عشان اشغلهم بفيشه واحده. وعلى فكره هي بتيجي من غير ترانسات ومن غير درايفرات، وبتشتغل ان انت توصلها بالفيشه مباشر. في منها اللي بيتغير بريموت تاني بس ده اغلى كتير، وممكن تستبدلها بشريط ليد موجود تلزقه في الحيطه بس تضربه لفوق عشان يدي اناره وراه. ولكن انا لقيت اللومه دي انها بتديني حريه اكتر زي ما انا كنت مستخدم في الفيديوهات القديمه بالشكل ده كده، وغيرت حاليا للشكل اللي انت شايفه ده لسبب واحد، ان زي ما بقول لك الموبايل ما بيعزلش الخلفيه، فكانت الاناره ضربه جامد في الصوره. عشان كده انا خليتها تظهر بشكل غير مباشر. انا عمال اقول غير مباشر كتير وما فهمتكش يعني ايه غير مباشر. غير مباشر يعني النور بتاعها اللي يظهر وهي نفسها ما تظهرش، اما مباشر هي والنور بتاعها يظهروا. زي ما قلت لك انا بستخدم لمبتين من النوع ده بيدوا لونين. انا كان نفسي اجيب اللون البرتقاني مع الازرق عشان الاثنين يدوا كونتراست، لانهم قدام بعض في عجله الالوان، وده شرحناه في نظريه الالوان في درس اللوجو. لو لسه ما شفتوش روح شوفوا حالا. قبل ما اكمل بقى، لو لسه ما ضغطتش لايك وعملت شير انزل دلوقتي يا استاذ اعمل لايك، عشان الفيديو ده متعوب عليه جدا وانت شايف المجهود اللي مبذول بنفسك. انا مديك مطلق الحريه، لو الفيديو ما عجبكش اعمل ديسلايك، اما لو الفيديو عجبك وما عملتش لايك فاعرف اني مش مسامحك، واعلم ان الشيطان قد منعك ان انت تضغط اللايك ده. اما النوع الثالث اللي انا بستخدمه واللي مديني عزل رهيب عن الخلفيه هي اللمبه الحمراء اللي ورايا دي. ودي انا جبت اباجوره ب 50 جنيه وجبت لمبه حمراء ب 20 جنيه وركبتها فيها وعلقتها في ظهر الكرسي بقى فيز، ووجهتها نحو الحيط عشان تعزلني عن الخلفيه بالمنظر اللي انت شايفه ده. زي ما بقول لك كل الحاجات دي مش احترافيه، حاجات بادوات بسيطه، ولكن ده اللي نقدر نبدا بيه دلوقتي. وطبعا برضو تقدر تستغني عنها وتبدلها بشريط ليد وتلزقه في ظهر الكرسي بتاعك، يعني كان ممكن اعمل الحل ده برضو، ولكن دي كانت احسن بالنسبه لي لان اقدر دلوقتي اغير اللمبه باي لون انا عايزه. ممكن اجيب برتقاني، ممكن اجيب اصفر، اي لون انا عايزه هقدر بس اغير اللمبه واحطها في الاباجوره بتاعتي. كده احنا اتكلمنا عن الحاجه الاولى من الثلاث حاجات اللي انا قلت لك عليهم في اول فيديو، اللي هم الاضاءه والابلكيشن والادوات وتعديل الالوان. في الفيديو الجاي ان شاء الله هكلمك عن الادوات المستخدمه في التصوير زي الترايبود وهكذا، وهكلمك عن الابلكيشن التصوير اللي هو 4K برو كاميرا، وازاي تظبط الاعدادات بتاعته عشان تطلع باحسن جوده ممكنه من الموبايل. اما تصحيح الالوان هنخليها في مرحله متاخره شويه لما نيجي نتكلم عن المونتاج، لان احنا ماشيين زي ما قلنا ان احنا جبنا الفكره وعملنا
عملنا اللوجو وعملنا البانر، فاضل عشان تقدر تظبط المونتاج بتاعك وتعمل مونتاج الفيديو بتاعك بعد تظبيط الصوت والكلام ده كله، حاجتين مهمين جدا، وهي الانترو والاوترو وشكل القناه بشكل عام هتنظمه ازاي. وده ان شاء الله اللي هنتكلم فيه في الموضوعات اللي بعد الجاي لحد ما نوصل لمرحله المونتاج مع بعض ونبدا نشوف البرنامج اللي هنشتغل عليه. هنشتغل على اكتر من برنامج، سواء كان معاك كمبيوتر هتشتغل عليه او لو ما معكش غير الموبايل بس. فتاكد ان انت عامل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ومفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات الجديده اول باول. وكمان ما تنساش تتابعنا على فيسبوك، انستجرام، تويتر، كل الروابط هتلاقيها تحت الفيديو. هستناكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. سلام.